ويطوف بذلك البيت العتيق ويحظى بتلك الأماكن المقدسة، فنغبطهم ونتمنى أن لو كنا معهم، ولكن نحن معهم إن شاء الله بقلوبنا بدعائنا، ولكن دعاؤهم هم أهم وأولى. فنرجو من الله عز وجل أن يوفقهم وأن يكون معهم وأن يرعاهم وأن ترفقهم ويرفقهم بالأمن والرعاية والسلامة حتى يؤدوا مناسك حجهم تاما كاملا غير منقوص، فيصدق فيهم سبحانه وقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إن شاء الله سيتم حجهم وعمرتهم وتكون لله سبحانه وتعالى. نطلب منهم شيء واحد وهو الدعاء، دعاء لبلدهم، دعاء لإخوانهم، الدعاء لمن يوصيهم، لأن هناك أماكن يستجاب فيها الدعاء فلا ينبغي أن يغفلوا عنها. نسأل الله مجددا أن يوفقهم وأن يثبتهم وأن يعينهم وأن يقويهم وأن يكون معهم في السراء والضراء، في الغدو والرواح، ذاهبين وعائدين، في الأرض وفي الجو. رعاية الله تحيطهم وتشملهم وتكون معهم. كما نودعهم اليوم إن شاء الله، سنستقبلهم غدا، بعد غد سنستقبلهم بنفس الطريقة إن شاء الله، وهم في أتم الصحة والعافية والفرحة والبهجة كاملة تامة، وتشمل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأقول بأن في الصباح إن شاء الله عن 8 يدعو 8 أيضا الانطلاقة تكون من هنا من المسجد العتيق 8 اللي ربما كاين اللي يفوتوا موش مساعدته الظروف ولا موش موجود يقدر يجي الصباح يودعها. الانطلاقة من هنا في حافلة يروحوا من هنا المطار على 8 الساعة 8 الحجاج ينطلقوا من هنا في الحافلة. أيضا تقدروا تجوا تودعوهم من جديد، أو اللي ما حضرش يقدر يولي، وهذا ما يمكن قوله ربما في رئيس البلدي عنده وين. الحمد لله. أما الآن تفضلوا على بركة الله.